اتكلمنا قبل كده عن إزاي الكمبيوتر بيقدر يفهم الكلمات ويحولها لأرقام ومن خلالها يحلل المشاعر. بس القصة مش بتوقف هنا خالص. تخيلوا كده اللحظة لو الكمبيوتر قدر يقرأ آلاف بل ملايين النصوص ويكتشف لوحده المواضيع اللي بتدور عنها من غير أي تدخل مننا. هو ده بالظبط اللي هنكتشفه مع بعض النهاردة. فالسؤال اللي بيطرح نفسه هو إزاي جهاز مجرد آلة مجرد كود يقدر يبص على بحر من النصوص ويفهم دول بيتكلموا عن الكورة ودول عن الطبخ ودول عن التكنولوجيا. إزاي بيعمل ده لوحده؟ هي دي العملية اللي هنشرحها ببساطة. طبعاً العملية دي ليها اسم علمي شوية وهو تجميع النصوص أو text clustering. والفكرة كلها ببساطة هي إن الكمبيوتر بيفرز النصوص دي لمجموعات أو عناقيد، كل عنقود بيحتوي على نصوص شبه بعضها جدا في المعنى والموضوع. طيب الكلام ده ممكن يبان معقد شوية، بس هو في الحقيقة فكرته بسيطة جدا. عشان نفهمها خلينا ننسى الكمبيوتر خالص دلوقتي ونتكلم عن الفرز العادي اللي كلنا عارفينه. تخيلوا كده إن قدامنا كومة ضخمة زي الجبل من الكلام، آلاف وآلاف من تعليقات الناس، مقالات، بوستات على السوشيال ميديا، كله داخل في بعضه، فوضى كاملة. والمطلوب مننا إننا نرتب الهيصة دي. هنا بقى الكمبيوتر بيبدأ يشتغل، بيمسك نص ورا نص ويبدأ يدور على الحاجات المتشابهة. فممكن مثلا أول كومة يكونها تكون لكل الكلام اللي عن الكورة، وبعدين وهو بيكمل يلاقي مجموعة نصوص تانية ملهاش أي علاقة بالكورة خالص، دي بتتكلم عن الأكل والوصفات، يقوم عاملهم كومة لوحدهم، كومة طبخ. وهكذا بقى يفضل ماشي على نفس المنوال. يلاقي كلام عن التكنولوجيا يعمله كومة، كلام عن السفر كومة تانية، أي موضوع متكرر بيعمله مجموعة لوحده. وفي الآخر خالص الجبل العشوائي اللي بدأنا بيه ده بيتحول لمجموعات منظمة ومرتبة، كل مجموعة ليها معنى وليها موضوع. جميل جدا. كده فهمنا الفكرة العامة إيه. دلوقتي بقى ندخل في الجزء الممتع، إزاي. إزاي الكمبيوتر بيعمل ده فعلا؟ إيه السحر اللي بيحصل جواه؟ العملية دي على بساطتها بتعتمد على 3 خطوات أساسية. أول حاجة، كل نص لازم يتحول لأرقام، لغة الكمبيوتر. التمثيل الرقمي ده بنسميه فيكتور. تخيلوا إن كل جملة بقت عبارة عن نقطة ليها مكان محدد في خريطة ضخمة للمعاني. الخطوة التانية، الكمبيوتر بيبدأ يقيس المسافة بين النقط دي وبعضها. منطقي جدا صح؟ النقط اللي بتتكلم عن نفس الموضوع هتبقى قريبة من بعضها. وآخر خطوة ودي الأسهل، إنه بيجمع كل النقط القريبة دي في مجموعة واحدة أو عنقود واحد. بسيطة كده. عشان الصورة توضح أكتر تعالوا ناخد مثال عملي. جملة زي دي: اللاعب سجل هدف رائع. دي طبعا مكانها الطبيعي فين؟ في كومة الكورة. طيب الكمبيوتر عرف منين؟ هو مش فاهم معنى رائع زينا. هو كل اللي بيشوفه إن الجملة دي وجمل تانية كتير في نفس الكومة فيهم كلمات مشتركة بتتكرر. كلمات زي هدف، مباراة، لاعب. الكلمات المشتركة دي هي اللي بتقرب النقط بتاعتهم من بعض في الخليطة الرقمية، فبيحطهم سوا. طيب وعلى الناحية التانية جملة من كومة مختلفة خالص، كومة الطبخ مثلا. جربت وصفة جديدة وكانت رائعة. هنا نفس المبدأ بالظبط. الكمبيوتر بيلاقي إن الجملة دي والنصوص اللي شبهها بيشتركوا في كلمات تانية خالص زي وصفة، أكل، طريقة، مطبخ. الكلمات دي بتبني عالم تاني، مجموعة تانية بعيدة تماماً عن مجموعة الكورة. وبكده عملية الفصل بتبقى سهلة جداً بالنسبة له. لحد هنا الكلام يبان سهل وجميل، لكن الموضوع مش بالبساطة دي، خصوصاً لما نيجي نطبقه على لغتنا، اللغة العربية. هنا بتبدأ تظهر تحديات حقيقية. المشكلة الكبيرة في العربي هي ثراء اللغة واللهجات. ممكن نقول نفس الحاجة بالظبط بس بكلمات مختلفة تماماً. بصوا على الأمثلة دي كده. مصري هيقول الفيلم تحفة جداً، شامي هيقول الفيلم رهيب، خليجي ممكن يقول الفيلم مرة حلو. التلاتة بيدوا نفس المعنى الإيجابي عن الفيلم، صح؟ لكن لو بصينا على الكلمات مفيش ولا كلمة واحدة مشتركة. لو الكمبيوتر بيعتمد على مطابقة الكلمات بس هيعتبر إن دي 3 جمل من 3 مواضيع مختلفة، وده طبعاً غلط. وهنا بيجي دور البطل بقى. الحل في تقنيات أذكى وأعمق اسمها تمثيلات الكلمات أو word embeddings. التقنيات دي مش بتبص على الكلمة كحروف جنب بعضها وخلاص، لأ، دي بتفهم معنى الكلمة من سياقها. يعني هي عارفة إن كلمة تحفة ورهيب ومرة حلو لما بيجوا في سياق الأفلام بيبقى ليهم تقريبا نفس الأثر ونفس المعنى الإيجابي. هي بتدي للكمبيوتر قدرة شبه بشرية على فهم المعنى اللي ورا الكلمات، مش مجرد الكلمات نفسها. تمام.
عرفنا الفكرة وعرفنا التحدي وعرفنا الحل، بس في النهاية كل ده ليه؟ يعني إيه أهمية التكنولوجيا دي في حياتنا اليومية؟ بنستفيد بيها في إيه؟ الحقيقة إن استخداماتها أكتر بكتير مما نتخيل. الشركات مثلا بتستخدمها عشان تحلل آلاف من آراء العملاء وتعرف إيه أكتر حاجة الناس بتشتكي منها أو بتحبها من غير ما موظف يقعد يقراهم واحد واحد. الصحفيين بيقدروا يحللوا بيها الأخبار ويعرفوا إيه الترندات الجديدة اللي العالم بيتكلم عنها. حتى الباحثين في المجالات العلمية بيستخدموها عشان يكتشفوا علاقات جديدة بين آلاف الأبحاث المنشورة. يعني باختصار هي أداة سحرية عشان نحول فوضى البيانات النصية لنظام ومعرفة نقدر نستفيد منها. النهاردة شفنا إزاي الكمبيوتر ممكن يكون زي المحقق الذكي اللي بيفرز الأدلة وبيجمعها في ملفات ليها معنى. بس دي مجرد البداية. الخطوة الجاية إننا ندخل أعمق في عقل الذكاء الاصطناعي ونسأل السؤال الأهم يمكن، يعني إيه أصلاً نموذج لغوي؟ استنونا في الشرح اللي جاي.